انا زميلته محاميه. بدات معاه الاول بمبلغ 6000. تمام. بعد كده بقى قال لي ايه، طب ما تعملي لي جمعيه في نفس الوقت وما تاخدهاش، وبدل ما تاخدي انت الفوائد اعملي جمعيه. قلت له لا اديني انا ايه كده. بدات معاه من 6000، بعديها بقى حطيت بقى 10000 لحد المبلغ ما وصل ل 50000. فالمهم بقى ايه، جاي بقى ايه، قلت المبلغ ده هحطه. فبجيت انا قلت له انا عايزه اطالب بالمبلغ ده، بطالبه ان انا اجيب شقه لعيالي عشان انا مطلقه ومعايا اولادي وبربيهم وكده. لقيته قال لي ايه، تقولي لي قبليها بفتره. فانا قايله له قبليها بفتره على اساس يديني الفلوس، عمال يماطل بقى وما عطانيش اي حاجه. تمام. المشكله بقى الايصالات اللي عطوها لي، عاطيني المبلغ مثلا ايه، مبلغ على المبلغ اللي بديهوله مثلا مديله 6. تمام. بيديني ايصال. تمام. وهو بيملى المبلغ وبيملى الايصال وبيملى كله. واحد بقى نعمل ايه؟ واختفى برضه شهر 3 و4 ما فيش اي فوائد. لا انا خدت الارباح بتاعت شهر 2 وشهر 3 وشهر 4. طب هو ما قالش ايه طبيعه المشروع اللي هو؟ والله ما نعرف. هو العلم كان ايه، كان هو ساعات بيتصل بالناس. انا كان واحد بقى من اللي هو من المكتب عندي بيتصل بالناس يقول لهم ايه يا جماعه تعالوا خدوا فلوسكم، وما كانش باين اي حاجه. يعني ملتزم يعني لغايه اخر فتره. يعني انا داخله معاه بقالي 3 سنين، لغايه لما انا قلت مثلا المبلغ ده قال لي بدل ما نجلاء ما حد يضحك عليكي ولا حاجه، وانت صاحبتي وانت كويسه معايا وكده، احنا نعمل ايه، حطي المبلغ. فقال لي ايه طب اعملي جمعيه. قلت له لا انا هاخد الفلوس واعمل بيها انا جمعيه. المهم بقى الحمد لله ان انا ما عملتش انا كده بقى. من شهر 7 اللي فات مثلا ايه بقيت اخد مثلا 1500 على ال 50000. ماشي. بعد كده ببص لقيت لك ايه ما فيش اي حاجه. مختفى. حاولت انا تتواصلوا معايا؟ محاميه. انا محاميه. ده في محامي واحد زميلنا حاطط محامي حاطط مليون. محامي زميلنا. طب هو مجمل المبالغ اللي واخدها مثلا بتاع كام يعني كده؟ تعدي كده اكتر كده، تعدي مليار اهو. ده لغايه دلوقتي كده مليار؟ ده اتعمل 4 كشوفات معمولين يجي اكتر من 6 من كام؟ 1,475,000. دي البلاغات المتقدمه لغايه دلوقتي. البلاغات يعني متوسط البلاغات قد ايه؟ يعني انا اللي شفت في 1 مليون، في واحد مصور الكشوفات. عايزه تصوريها؟ 200,000. عايزه تاخديها منه؟ لا يبعتها لنا مش مشاكل، نديله التليفون يبعت لنا هو تصلح.